عمري انا لما رديت لكتير اسباب مو شوي، بس في بعض الاسباب انا ما فيني احكي عنهم. خلاص كل شيء بصير عند القاضي واضح وصريح، وخلي المحكمة تاخذ يعني اجراءات القانونية، ونشوف الاولاد وين رح يروحوا ومع مين رح يضلوا والانسب لإلهم. انا لما طلعت حكيت اول يوم بالذات لما كنا بالسيارة، قلبي من جوا عم يغلي، اللي قال تمثيل ودموع التماسيح ومدري شو. صدقوني هذا الشخص ما بيكون عنده إنسانية، أو خلينا نشرحها بطريقة تانية، ما بيعرف القصص اللي مرقوا فيها الأولاد بالتفاصيل، لحتى أثرت فيني لدرجة إنه أنا ما عاد أقدر، إنه خلص طلعت رديت أهري على الأولاد، طلعت إنه تقرب على أولادي ونحكى فيهم وعلى أهلي وفيني وبعيلتي كثير أشياء. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حدا ظلم هالأولاد. إن شاء الله لو كنت أنا، حسبي الله ونعم الوكيل، مثل ما حضرة الجناب عم تحسب يعني وحاسس إنه هي المظلومة. يا حرام يا حرام عليك شو عاملة، بس يا اللي استغليتي اسمهم وطلعتي على ظهره لمصالحك الشخصية، انت استخدمتيهم. لما فشلت كل اهدافك عقلك ما عاد استوعبك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وبضميرك وبإنسانيتك اللي ما شفتها ابدا انا، لا انسانيتك ولا امومتك. بس تعرفوا شو، والله انه كلامي وردي انا العمى، انا دموعي ما نشفوا، عيوني لك صاروا هيك من كثر قهري، وانتي العمى لا بروحتن ولا بجيتن العمى انت ما عندك الدموع، ما موجودين، ما عندك احساس، ما في ضمير، ما في امومه، ما في اي شيء. بس تعرفوا كلامي اثر وجاب نتيجه، حرك شعور الامومه شوي. عرفتوا كلامي؟ لانه اجى على الوريد وكلامي ما كان تلفيه وكذب، ما فيه بهارات. أنا ما ألفت ولا حكيت شي عنه غلط، وكل حرف حكيته صح. وخليت تطلع تنكر، خليت تطلع تواجهني وتنكر إنه كلامي كاذب، إنه أنا كذبت وحكيت شي مو صاير. تطلع تفرجيني إثباتات. يلا ناطرتك يا عمري، يلا. اللي بده يحكي عني وعن عيلتي وعن أولادي وبده يجيب سيرتي أنا بالذات، أنا وأولادي، يتلقى مني حاجة. سنتين ساكتة ما حكيت ولا حرف وعاملة اعتبار وقيمة لهالولاد. أكيد يعني مو لحضرة جناب، أكيد لا، بس اكتفيت، خلصنا بقى حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. انتي اللي ظلمتيهم، وانتي اللي قعدتي تهدديهم، وانتي اللي زرعتي بفكرن التعذيب والضرب والما بعرف شو. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي بس انتي، وربنا شايف كل شيء. والله لا يخليني واقفة على اجري اذا انا كذبت بحرف واحد بهالولاد، وكل شيء انحكى وكل شيء مخبى بده يطلع. جايين يا عمري، جايين. روحي على المحكمة وخلي القاضي يعطيكي اولادك اذا انت الك حق فيهم. انا بالنسبة الي وين رب العالمين قاسم لهالولاد يكفوا حياتهم والافضل لإلهم، الله يقدم لي فيه اللي خير. ليش عم تتدخلي وعم تحكي والقصة بينهم وبين ابوهم وبين امهم والولاد؟ لا، كانت هاي القصة زمان لما تقرب علي وعلى اولادي وانحكى فيني، والشغلات اللي بالخاص اللي صار اللي انتم ما بتعرفوا، واللي عم تحكوا بس انه مش الشغلات اللي انتم شايفينها، بين انه شو حكت وشو ردت وشو عمل وشو سوى، هي شو حكت وهو شو حكى. في امور يا جماعه انتم ما بتعرفوها، واي وحده مكاني رح تعمل هيك واكثر كمان. بس انا بعرف وبعدني مقدره وبعدني حاطه حدود لسه. ما حدا فينا ينغلط فيه وبعيلته وبولاده وبيضل ساكت. تمام عرفتوا؟ فخلص يعني خلي كل شيء ياخذ مجراه، وخلي كل شيء يبين على الحقيقه، وحاج بقى نلف وندور ونعمل حركات. اوكي خلصنا بقى. حاج الحكي لما بيقول سهل منه ما في، بس الفعل صعب. بس هذا الشخص حطوه على حكي، فعل ما خرجون انكم تاخذوا منهم فعل ما خرج. هاي عم بعطيكم من الاخر يعني. ناس حطوهم بس على حكي ولعب، اكثر من هيك ما بيطلع بايدهم. صدقوني انا ما يكون صاير معي هذا الموقف
ما بطلع على اللايف. تمام. في قانون طلعت يا جماعه والله العظيم عن قهر، غيره، حقد. شلون هو يصير؟ شلون هو يصير معه؟ شلون صار هيك؟ شلون تغيرت حياته؟ شلون اتجوز هيك؟ شلون صار عنده اولاد؟ شلون يا عقله ما حدا استوعب. ولما انبعثوا الاولاد انبعثوا لمصالح شخصيه. انا ما بتخلى عن اولادي لاجل سفره، ما بتخلى عن اولادي لمصلحتي الشخصيه، ما بتخلى عن اولادي واشوفهم عشان مصلحتهم. والله يا عمري مصلحتهم كانت معك ولا كانت مع ابوهم. هذا انا هالحكي عم بحكيه لما كان ما بعرف شيء عن حياتهم. تمام. كان كل شيء مأمن له، كان كل شيء واصل لعنده. اوكي. انا هلا عم بحكي مصلحته لا مع ابوهم بعد الشيء اللي شفته واللي اكتشفته واللي لمسته واللي انا اشتغلت عليه. كان دراسه، كان اخلاق، كثير امور. تمام. والافكار المزروعه كانت براس طفل صغير يا عديمين الضمير، اللي ما عندكم الانسانيه واللي ما بتعرفوا واللي مو مارقه بحياتكم والبيئه اللي كنتوا عايشين فيها. الله اكبر، الله اكبر على البيئه اللي عايشين فيها. عين النوش طلعت عن صمتها لانه خلاص الشغلات اللي صايره خلصنا والله العظيم. ما ينحكى الشغلات اللي صايره خلف الكواليس لما واحد فيكم يضل فيه عقل. انا سمعاني قصص، بس لما صار الشيء معي انا ولمسته، لا انتوا بحياتكم ما شفتوا نانسي بهالوضع، بحياتكم ما شفتوني بهالانفعال، لانه يا جماعه في طفلين بالموضوع، بس العترة وين عليهم، لانه الام ما دايره غير على المشاكل. كيف بدي اخسره وكيف بدي ارجعه وكيف بدي اعمل وكيف بدي اساوي وكيف بدي ادمره سمعته وكيف بدي اشوهله سمعته وبس. هذا اللي مفكرين فيه. الحمد لله 5 سنين بس بسيرتنا، 5 سنين بس حاطين فيديوهاتنا وبسيرتنا، 5 سنين لعب واكل هوا، بس ما في شيء ثاني. هيك كانوا عايشين الاولاد. ما بيحب لك وعم يمثلوا ورا الكاميرا بيكونوا خناق وما بعرف. هي كانت حياة الاولاد، هي البيئة. ما في مدرسة، ما في دراسة، حاطين ريتش عن النوش، ايش عملوا وايش ساووا، بس ما في شيء ثاني. والله العظيم يعني العقل ما بيتحمل الشغلات اللي صارت. انتوا شفتوا جزء بسيط كثير 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 من الشغلات اللي انحكت. اما اذا بنجي على الواقع وبنجي على الشغلات الصايره بالخاص، ما تلوموا ريتشو شو ما عمل ولا شو حكى، ما تلوموه. والله انا ما اكون مطرح ريتشو والله لا اعمل اكثر من هيك، والله لا اعمل اكثر واكثر من هيك. اقسم بالله انه قد ما حاولت اهديه بكل مره بكتشف بيئه ولا اوسخ من هيك. اعوذ بالله وين كانوا، اعوذ بالله. بس ما شاء الله دخلت لعندك، شو هالردود الحلوه، قمه الادب والرقي ما شاء الله على الادب والتربيه والاخلاق، شي بيرفع على الراس. لا تقولي لي لا. شوفي يا عم بدي اخبرك شيء. اول شغله انا ماني اساس المشكله، ثانيا من ايده الله يزيده. هي اللي كانت تخلق المشاكل وهي اللي كانت تعمل وهي اللي كانت تساوي. بعدين شو دخل التليفون؟ ما فهمت. طبعا باكل تقريبا تتواصل من تليفون ريتشو التليفون تليفون شغل، يعني ما قاعد فاضي 3-4 ساعات يقعدوا يحكوا الاولاد فيهم لو خيروك وما بعرف شو، ولغه الاشاره بنحكي فيها. تمام. عرفتوا ليش موضوع المراقبه كان للاولاد؟ لانه كان يتعلموا من طريقه لغه الخرسان. وصلت؟ هي خلينا نحل اول مشكله فيها. ثاني شغله، لما ريتشو قال لها انه هذا الرقم تواصلي منه، كي بس انه بعتي بس انه بدي احكي مع الاولاد، مش حيكون عندنا خبر. فهي شو بيهمها الرقم لمين؟ ما بيهمها تحكي مع اولادها؟ ولا ما فهمت شو المشكله؟ لانه مو رقم ريتشو. ما فهمت شو المشكله اللي كانت عم تدور وتحوس حواليه. انا ما كنت افهمها. يعني هي كل جنانها ليش انحجرت من عند ريتشو. اختصر لكم اياها يعني اكثر. ثانيا انت عم تقولي الله يرحمك تدعي اولادك. شوفي انا 2
متحملة، شتم، دعاوي على أولادي، كلام كتير كبير بالخاص، أشياء كتيرة. تمام؟ رب العالمين لو بده يستجيب على هيك ناس كان أذاني بأولادي. ممكن إذا أنا كنت ظالمة، إذا أنا عن جد بنيتي أحرم، مثل ما حضرة جامك عم تفكري حرمك أولادك مثل ما لك مفكرة تحرمي أولادها. ليش بدي أحرم أولادها؟ ليش؟ هي لو ما قربت على عائلتي وأولادي أنا ما كنت حكيت ولا كنت تدخلت بالموضوع اللي أنت عم تقولي خليكي على جنب الشغلة بينهم وبين أولادهم وما بعرف شو. هي قربت علي أنا وعلى عائلتي وأولادي وما تركت كلمة. حاج بقى بس نوزع حكي. أي وحدة مكاني ما كانت رح تسكت. خلصنا بقى يعني. ولأيمتى بتضل محترمة ومقدرة ومساوية وعاملة كرامة الأولاد؟ إذا هي أمها ما محترمة ولا مقدرة ولا منزلت مخافة رب العالمين بقى خلصنا. والله العظيم شي بيطق القلب بقى. لف ودوران شي بدها بيت جنبنا، شي ما بعرف ايش، شي خدلي، شي احجزلي، شي اعملي. ما عم تستوعب انه هي صارت مطلقة، هي مجرد طليقة. لا، شي بتحكي له عاد حركش فيها مدري مين، شي بتحكي له قال انا شو دخلني. والله العظيم الحكي ما بتستحي على حالك انت، عن جد ما بتستحي على حالك. وبكل عنق عم تطلع لي باللايفات بتحكي شي اكله وشي وشم وشي ما بعرف ايش وشي بيغاد وشي بيعمل. لك ما بعد فيه من الوهم؟ ان شاء الله ما بعد فيه من الوهم. انا ما اكون مكانك والله العظيم نسكر على كل شيء واحفظ على كرامتي. اللي يضل منه اذا ضل عندك هيك شويه من الكرامه احفظ عليها بقى. لك قدامي ما كان يترك عليكي كلمه وما كنتي تستحي وكانت تسكتي بس لاجل ما شفت بقله كرامتك. انا والله العظيم ما اكون انا مكانه وطليل يغلط معي بحرف واحد لسكر بوشه واحذره وما ارضى منه ليره. بس هيك ناس ما عندهم كرامه، اقسم بالله انه ما عندهم كرامه، مشان المصاري بيعملوا اي شيء. وهي لو ما انا حكيت وحطيتها بامور حساسه، لا شلون هي تطلع صح؟ لا هي شلون تطلع الحنيه على اولادي؟ لا انا بدي انزل 3 ايام معه و3 ايام صار الاولاد بسوريا. اليوم نزلت ليش؟ بعد ما الناس نخروا مخها وراسها. الإنسانية اللي ما عندك إياها والناس اللي شافتها فيني وكيف صارت محبة أولاد فيني، كيف حبوني وكيف يهتموا فيني، عقلك ما استوعب. أنا ما نكرت إنه أنت مانك أمهم، أنا ما نكرت تعبك، بس طبعا التعب عن تعب أكيد بيفرق. لما أنا أجي أرمي الولد هيك ويلا عيش حياتك كيف ما بدك وما فهم الصح من الغلط، بينما أجي أنا أقول له ما بصير، هي بتصير، هي ما بتصير، هي اسمع قلة أدب، هي لا ما بصير تحكيها، هي معلش، هي مو معلش. مو اسمعوا حديث اكبر من عمره وعايشه شغلات اكبر من عمره كمان. هم انا اولادي ما اعرف بدهم يجوا ينزلوا قبل 4 ايام وبعد 3 ايام ما صاروا بسوريا اجي اشرف انزل. وينك يا حنوني يا ام امتحانات؟ وينك يا عمري؟ مو انت الحنونه؟ مو بدك اولادك فضحت الدنيا؟ وين كنتي ها؟ ليش ما نزلتي استقبلتي اولادك؟ انتي ما كنتي رح تنزلي، مو عندك امتحانات؟ يا دريسة انا. لكن الام بتضحي بكل شيء كرمال اولادها، بكل شيء. الا انتي ما دخلك بشيء. خلصنا يا جماعة، خلصنا. حاج لا بقى حدا يقلب علي ولا اولادي ولا دعاوي ولا غيره. خلي تروح تاخذ اولادها من المحكمة. إذا هي القاضي رح يجيب كل شيء ورح يقعد يقارن ويساوي جدول الدراسي تبع المدرسة اللي كانوا بسوريا فيها، ورح نبعث لهم جدول الدراسي اللي كانوا هون وعلامات قارنوا كل شيء. اوكي ما في شيء بيتخبى والا ما يظهر الحق والعدالة تاخذ مجراها يعني. تمام. يا عيني على المنظر. واو جوعانين يا ماما؟ ايه. يلا يا عمري رح طعميكم مشان تناموا لانه صار وقت النوم بيكون جميلة. شو لا حبيبي؟ شو لا؟ بدنا ننام نحن بدنا ننام. رح طعميهم. ماما الله. هي لسه رقي بطاطا كثيرة. بس اعطيني. شو يا ماما؟ اعطيني. اعطيك؟ ايه. يلا حبيبي يلا.
ماما تبي سخنة بدي حبيبي. لحمة توتو. كثير طيب اللحمة هاي اللي بعملها أنا. ماما أنا بدي لحمة توتو. لا خلصي هاي بالأول يا ماما رح طعميهم اطلع نايمة وبعدين أرجع أقعد أروق أنا وليد شو. هيك يا حبيبي. واو. أنتوا شو عملتوا اليوم؟ شو تغديتوا؟ شو سويتوا؟ بطعميهم مشان يطلعوا يناموا. صار وقت نومتهم الساعة 7 لبين ما يتعشوا يعني ويطلعوا يغسلوا ويفرشوا اسنانهم وتعرفوا محاضرات الأولاد. بدي مي وبدي حمام وما بعرف شو. شوف الحنونة حطت خبز الأخوة وبشني أنا. عملت هيك إيه وأنا أعطيت. برافو يا عمري برافو. ما وقت نومة الأولاد والأكل برد يعني شفتوا ليش طعميتهم الساعة 8 إلا 3 لازم وقت نومتهم هلا. رح أحط الصينية بالفرن وأترك على نار كتير كتير هادية مشان تسخن على مهلها لأنه بردت يعني صار لها من أنت برا الفرن. تعالوا نحطها. لك فضت الصينية. لك هي من هلا نحن ما كنا. يا قلبي واتلمت قلبي عليها. يا ربي ضيق. انه دخلت غير قانونيه وطلعت نظاميه، قام بصموها على منع دخول شي 10 سنه. الله يعينها ميمي. قال دخلت انا نايمه وانا منيح تحملتني ولا انا بفضل ولا جاي اشكي همومي فوق راسي البيت. لك نو روكسي اطلع كش ولا كش. فاتي نيم البنت ولا قاعد يندب فوق راس البنت ويحكي. برمت لي ظهر اخر شيء فهمت عليها انه بابا طلع لبرا. قلت بطلع لحالي. فهي البصمه عرفتوا ان شاء الله هيك عن قريب تكون كمان بصمه انه تنازلت عن الاولاد ان شاء الله. شاطره هي شاطره مثل ما بصمت على منع دخول الدوله اللي دخلت لها غير ايش اسمه. عرفتوا تعوا جعنا شو مطفى الاضويه هون ما في حدا. وين ننوش؟ شغال هذا؟ ايه شكلها حطتها عم تسخنها ننوش. عم تسخن الاكل. فكرتها تحت يا اخي والله البيت كبير علي ما علي مش بدنا الاسلكيات فيه ما بمشي الحال هيك. جاء اطلع على فوق بتقول له والله مالي طالع غير بالاسانسير. افتح سيد راسي افتح. اي ننوش نزلت مشان تطلع لنا الاكل. حياتي من بعد اذنك طالبين طلب صغير منك انا وهنن. ما بتخجلنا ننوش. شو؟ نحن ما حابينك. عم اقول لك انا شايف يعني من بعد اذنك يعني انا ماني لا خايف. خلص لا من بعد اذنك انت نحن فوق انت عم تحكي دايما انت فوق. انت قيمتك اكبر من هيك. لا انا خلص لا بدي منك الشيء اللي عملتيه ما يضيع هيك يروح هيك. في ناس نحن ما بيهون علينا اليوم. في ناس خلص قعدوا يفسروا وكذا وهي استفزتها لحتى تنزل من شان تاخذ اولادها. هذا تفكير اولاد حرام والله العظيم. تفكير اولاد حرام. ناطره مني كلمه تنزل. لا بس انت خليكي بالريلاكس اللي عرفناك. لا خلاص عرفتي اكبر من هيك بكتير. لا اليوم اليوم خلص كافي. ايه واليوم وكل يوم. لا اليوم كافي خلص اليوم واللي بعده خالص. الفاجر شو بيقولوا لها؟ هجروا ولا فجروا؟ مش بيقولوا لها هاي؟ لا في مثل يوم هو وينك يوم امك ثم امك. الفاجر هجروا ولا فجروا. بيقولوا شو يسالوا لي امكم نسيتوا. انت انا صبرت ولا ما صبرت؟ والله شاهد والناس شاهده وانا شاهد. مش صار في حكي ما عدا اللي طلع على السوشيال ميديا وشغلات نحن بنعرفها. طيب انت سؤال لو هيك حطيتك بين خيارين بدك الله اللي ياخذ الحق ولا انت هلا بلسانك تجي تدافع؟ ليش في بالحياه في عدل وفي قانون وربنا عادل وحاكم وكل شيء. ليش نحن بدنا يعني ما حلوه بحقك عمري يعني ما بكفي انا هي لا ايه لاني انا بعرف البير وغطا بعرف شلون ارد. انا ردودي بس دقيقه شوي. انا ردودي على الوتر الحساس بعض. والله الله لا يسامح كل حدا قال انه هي ما بدها اياهم وهي حكت هيك وما بعرف شو. انت مو ربك شايفك لك خلصنا لك مو عم في ايمان بالله. استغفر الله. امانه برقبتك. لك عندك ايمان بالله ولا لا؟ اكيد عندي ايمان بس خلاص لك يا جماعه ايش القصه العظيمه. انا ما عندي ايمان ما بوصل لهون تماما. انت سنتين انا انتساك هلا ليش بدنا نحكي؟ ليك طلعوا الاكل ما اطيبه والوضع يعني الحياه حلوه.
يا عيني شو هالتبلة الحلوة هاي يا اختي. يوب خلاص عليت. لكن المشكلة إذا ابن الرسول سكت وما حكى بفكروه ضعيف. لا والله يا جماعة والله العظيم اليوم بس إذا بنجيب الجدول الدراسي اللي كانوا دوامهم وكذا وتحركاتهم والمدرسة وهاي وبنجيب بنقارنهم بهون بنشوف المستوى العلمي اللي هن الأولاد واصلين له. اليوم وقت أنا ابني جايب لي 98% يعني علامتين، علامتين بيجيب العلامة التامة، والثاني جايب لي 96%. رائع، كلمة فوق ال90 رائع يا جماعة. ما حدا يقول حرب وما كان فيه لا هذا حكي شيء. هذا حكي الجارات والهي وقتها خلصنا ما منه. كان في عرفتي انا اتمنى كل شيء، كل صاحب حق ياخذ الحق، بتمنى وبتمنى كمان يعني اتمنى هذول اللي كانوا معه ما يفلتوها هلا بنص المعميكه هي الدوخه. عرفتوا لازم الجارات ينزلوا على المحكمه. انا ما راح لا احكي شيء ولا راح اخلي القضاء ياخذ مجراه، بس في موازنه في ميزان العداله ان شاء الله بحق الحق، واذا ما حق الحق في رب بياخذ الحق.